تو واحد من المتابعين يخبرني موضوع، والله انه يمكن من اغرب ما سمعت. يعني السالفة بدايتها تضحك لكن نهايتها جدا مؤلمة. يعني هذا يوم يقول لك المضحك المبكي. يقول قبل كم من يوم اختي جاتنا البيت وزعلانة. طبعا ما قالت لنا انها زعلانة، لكن سبحان الله اختي وينعرف من وجهها اذا شيء مكدر خاطرها. يقول زخيتها على يمجي وسألتها خير اختي، شوفي عسى ما شر، شو مستوي؟ العيال بخير؟ ابو العيال في شيء؟ تقول لا والله الشر بعينه وعلمه ومن فترة طويلة. خير اختي شو صاير؟ تقول ريلي طلع متزوج. ها؟ متى وكيف وين؟ وتقول له اللي بيصدمك اكثر لو تعرف متزوج منه. متزوج منه؟ والله مثل ما اقول لكم حرفيا هذا اللي صار. متزوج التيك توك. بسم الله. متزوج تيك توك؟ متزوج بث التيك توك. تقول ريلي صار له يمكن 1.5 في التيك توك وعلموه على البث، وأول أيامه قام يدخل مال ساعة وساعتين شيء خفيف. تقول وصلنا لمرحلة من دون أي مبالغة وحرفيا يتم ب3 أيام مع لياليها موجود في البث. أنا ما أعرف إذا هالشيء يستوي إن الإنسان إن البث ما في أوقات محددة، ما أعرف يعني كم مسموح لهم، لكن مثل ما قال الرجال حرفيا مسوي له يعني طاولة وكرسي في البيت، يمكن نص البث في البيت والنص الثاني من المغرب لين يوم الثاني يدور بالسيارة. اتخبل الرجال وقام ياخذ إجازات بس علشان يقعد في البث. شو محتوى البث؟ يسولف مع منو؟ شو ياسين يقولون؟ الله العالم، لكن الرجال فعلا عايش في البث. في شباب وبنات ومتزوجين ومتزوجات ليل ونهار في البث، ليل ونهار والله من دون أي مبالغة. أنا كنت أسمع قبل من شباب في التيك توك، لكن سالفة الريال خلتنا شوي نسولف ونرمس. ليل ونهار في البث، ولا داري عن عياله ولا مفتكر بالدوام، وهي ولا داري عن عيالها ولا مسوية سالفة لريلها، والشباب كلهم موجودين وهو يسولف ويا البنات، ولا أنه مسوي أي اعتبار حق زوجته، موجودين في البث. الحين عرفت ليش في الصين حددوا أوقات معينة للبث. في الصين التيك توك ما تقدر تلغيه، على الأقل لو تفرض عليه قواعد وأوقات معينة، خصوصا اللي يدخل البث بيكون وايد أحسن. يقول سألت أختي وين ريلك أول يوم العيد؟ تقول قبل العيد بيوم المغرب فاتح بث لين ثاني يوم العيد الصبح. بضرابة زخيت الصبح طلعنا حجزنا فندق علشان العيال، وصلنا الفندق فتح البث. عايشين في جحيم لا يطاق. تعرفون ان مدمن التيك توك صار ألعن وأدهى وأمر من مدمن المخدرات. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. والله أني أنا ما أبالغ، هذا كله من الواقع حرفيا.